وظائف باعلى مرتبات في العالم وازاي تشتغل واحده منهم. 3 من الوظائف العشرة الافضل في العالم موجودين في عالم البرمجه. عشان كده تعالى اقول لك ليه البرمجه واخده الحيز ده من السوق، وازاي تبدا الطريق لواحده من الوظائف دي حتى لو انت ما تعرفش اي حاجه. اول حاجه لازم تفهمها، الشركات مش بتدفع المرتبات العاليه دي عشان الكود نفسه، لكن عشان المهاره اللي بتحل بيها المشكله الحقيقيه. يعني لما شركه تدفع 8000 ولا 10000 دولار في الشهر لمبرمج، هي مش بتشتري سينتاكس ولا كي ووردز انت بتكتبها، وخاصه طبعا مع ادوات الاي اي الجامده جدا الموجوده دلوقتي. هي بتشتري مبرمج بيفكر، يعرف يفاليديت الاوتبوت اللي طالع من الاي اي، يعرف يعمل حلول بسرعه وتفكير وتركيز. طيب ايه علاقه ده بيك؟ ببساطه اي حد ممكن يبدا النهارده، ولو اشتغل صح لمده سنه يفتح له باب لتخصص من الثلاثه دول، يا موبايل ديفلوبمنت يا ويب ديفلوبمنت يا اي اي، سواء بقى ماشين ليرنينج او غيره. وخلي بالك وزاره العمل الامريكيه نفسها بتقول ان مجالات البرمجه هتكبر اكتر من اي مجال تاني بنسبه 25% خلال السنوات الجايه. ده انت ضامن المستقبل، وده طبعا بعد مشيئه الله. وطبعا لو عايز تدخل المجال ابدا بالاساسيات، وخلي بالك انت مش محتاج 3 لغات ولا 20 كورس، لغه واحده زائد تطبيق كتير يبقى عظمه قوي. وانا منزل خطوات البدايه كلها عندي، فما تنساش الفولو. بس اهم نقطه بقى، ازاي توصل لواحده من الوظائف التوب 10 دول؟ ايه الطريق الحقيقي اللي الشركات بتدور عليه؟ فابدا بلغه واحده، اتعلم بروبلم سولفنج، اعمل 3 مشاريع صغيره وارفعهم على جيت هاب. ده المينيمم اللي يخليك جاهز لاول انترفيو، ومن هنا الطريق للرواتب الخياليه بيبدا يفتح. ابدا النهارده عشان السنه الجايه ان شاء الله تكون واحد من الناس دي.